بص حضرتك، الحكومه عندنا الاشكاليه، الحكومه بتنتج سنويا الطاقه المتاحه لنا في حدود ال 30 31 الف كيلو وات شهريا سنويا. نعم. الطاقه المتاحه اللي بنستخدمها 24 الف كيلو وات. تمام. ربع الرقم ده، ربعه كده 6.5 ألف كيلو وات بياخدوا أعمدة الكهرباء واللي بيتسرق منها والإعلانات. لو أنا دخلت لهم الطاقة الشمسية الصبح يبقى معناها أنا كده زودت عدد المحطات بتاعت اللي بتنتج طاقة على الأقل بمقدار الربع. طب لو أنا حولت عدد سخانات اللي داخل كل البيوت، السخان اللي بتاع المية السخنة ده بيعمل يا بالبوتاجاز يا بالغاز يا بالكهرباء. يعني بيستخدم نوع من أنواع الوقود. مصر فيها ما لا يقل عن 3.5 مليون سخان. لو أنا عملتهم بالعمل للطاقة الشمسية على كل العمارات وكل البيوت، وخاصة بقى ابتدي بالحاجات الكبيرة، الوزارات والفنادق والقرى السياحية وخلافه، أنا وفرت من 6 ل 7% من قيمة الطاقة الشمسية، من قيمة الطاقة المستخدمة اللي بتطلع لي. أوزع دول. مش بياخدوا أفكار حضرتك دي في مجلس الوزراء؟ يعني مش فاهمة. ربنا يوفقك. يعني احنا كل يوم بنيجي هنا يوم الاثنين او يوم الثلاث ونجيب نقول حضرتك تقول كل الكلام ده. بس هيبتدوا ياخدوا. هو بيقول لك دلوقتي انا بتقبل افكار كويس. نعم. هو الوقت بيتقبل، بعد كده هياخدوا بيها. يا رب كويس. يا رب ان شاء الله. طب انا عندي خبرين من انصار يعني حاجه سريعا كده. نعم. الراجل اللي بيسحب لحد 106 كيلو وات في الشهر ده معناها راجل تعبان مستوي، اوضه كده في قريه في هناك فوق في الجبل، حلاق مكواجي بتاع كلام فارغ. ده بيسحب لحد 52 جنيه، ده يتم اعفائه بالكامل. بالكامل. ده 38%. شوف بقى القرارات، 38% من ال 30 مليون عداد اللي عدد المشتركين، الناس دي هتبقى شربت زبادي. نفسية. شربت زبادي. اما النوم ما بيسحب كهرباء لحد 106 كيلو مفيش. لو سحب 107 يدفع قيمه ال 107 كلهم. يبقى انا هنا هخليه خلال ال 106. اجيب منين؟ الراجل اللي بيسحب فوق ال 2500 كيلو وات يعني شهريا، ده معناها الحكومه بتدعم كل كيلو وات ب 42 قرش. يعني معناها 1200 في الشهر، يعني معناها 16000 جنيه في السنه. سيادتك بدل ما ادعمه بال 16 ادعمه ب 8 بس. تخيل الراجل بقى ابو 5 6 تكييفات و10 12 مش عارف ايه وثلاجات وغسالات وافراح ومولد النبي وزي الفل. الراجل ده ندعمه ب 50% بس. يديني قيمه اللي تحت ده، والحكومه تحط في جيبها 4-5 مليار جنيه. احنا في قرار الحكومه اصدرته من اسبوع، ده كان قرار جيد جدا، اللي هو تحويل الشركه القابضه من وزاره الاستثمار لوزاره التموين. جميل. الشركه القابضه دي معناها ايه؟ المجمعات الاستهلاكيه، جميع شركات الانتاج الغذائي وخلافه. مجمعات استهلاكيه يعني منافذ توزيع. اي حكومه في العالم من امريكا لحد الصومال، ال 194 دوله، الدول المحترمه وشبه المحترمه، عندهم حاجه اسمها حد اقصى لهامش الربح. احنا للاسف الشديد هذا القرار ما عندناش، وخايفين ناخده نحطه حد اقصى لهامش الربح. حد اقصى لهامش الربح لما احطه للصناعات الغذائيه كلها زي نسب العالم ما بين 18 ل 25%، احط انا اقصى حاجه 25%. ده واستخدم الآلية دي عن طريق ايه؟ منافذ التوزيع بتاعه وزارة التموين اللي موجودة، جمعيات النيل وجمعيات الأهرام والصومانيل والكلام من ده، ومنافذ التوزيع اللي موجودة في الوزارات وفي الأحياء وخلافه. انت هنا تقدر تسيطري على السلع اللي موجودة. الحاجة الأهم من ديت، لو انا النهارده عملت مجمعات تبقى موجودة زي الهايبرات الكبيرة اللي موجودة، بس ديت تبقى بأموال الشعب اللي موجود. أموال الشعب يعني اكتتاب شعبي، وده الكلام الصح، ان انا بشتري من المصانع بنسبة خصم لا تقل عن 40-50% ووصلها للمستهلك مباشرة. وده مشروع احنا بنطرحه بقى لاي قطاع خاص ياخده، والحكومه بتسانده. القوات المسلحه تقوم بالعمل دوت، لان عندها اراضي وعندها حاجات كتيره تستطيع من خلالها عمل المنافذ ديت. المصانع تشتغل 24 ساعه زي السلاسل التجاريه اللي كانت بتجيلنا من بره، وتاخد من المصانع من هنا، وتاخد على 90 يوم، وتاخد بنسبه خصم بتصل الى 30-35%.